مساء الفل عليكم. وانا بقلب على صفحات السوشيال ميديا كده شفت حاجه مستفزه وقلت لازم اتكلم عنها. سايح سعودي جاي مصر بيضرب سواق مصري عشان التكييف بتاع العربيه مش عاجبه. تعالوا اتفرجوا معايا. طب حضرتك ما تضربش. طيب ما تضربش عشان ما مدش يا حيوان. حضرتك ما تضربش عشان ما اذاكش. انا مش عايز اذيك لحد دلوقتي يا باشا. عيب. حضرتك مش عاجبك تكييف العربيه، مش عاجبك تكييف العربيه، خليته يسوق بيك ليه لمده 20 كيلو متر وفي الاخر قلت له التكييف مش عاجبني؟ ما نزلتش من العربيه ليه اول ما ركبتها لو التكييف مش عاجبك؟ وبعدين السواق ده محترم على فكره، ده كده بيحترمك ويقول لك حضرتك، وانت على فكره هو بيثبت حقه، هو مش جبان، هو بيثبت حقه. حضرتك مش عاجبك تكييف العربيه ركبتها ليه؟ هو انت جاي تتعامل مع الناس في بلدهم من منطلق الاعلى والاعظم وان الناس دي عبيد ولا ايه؟ ليه عايزين تثبتوا لنا ان فيلم حياه الماعز صحيح؟ ليه؟ انا بتكلم عن النوعيه ديت وعن من هم على شاكلته. الناس اللي بتتعامل من منطلق انا السيد وانت العبد وانا جاي بلدك اصرف عليك. لا يا حبيبي، فوق فوق، احترم نفسك. جاي البلد دي احترم اهلها، احترم اهلها. لو حصل العكس في السعوديه والمصري هو اللي اعتدى على السعودي ما كنتوش هتسكتوا. ونرجع بقى في التعليقات الناس تقول لك احنا اخوات بس النوعيه دي لازم تتربى. النوعيه اللي زي الراجل اللي في الفيديو ده لازم يتحاسب. مش عاجبك الحاجه ما كنتش ركبتها. انت جاي بلد، جاي سياحه، احترم الناس. انت مش جاي تشتريهم بفلوسك، عيب. وحاجه تانية كمان، في واحد اسمه وديع او دويع حاجه كده العجمي، وده مش اول مره الراجل ده يتكلم عن المصريين. نزل بوست بعد ايران ما ضربت الكويت، بيقول ايه؟ بيقول المصريين حاقدين، المصريين لازم نشوف حساباتهم على السوشيال ميديا لانه شعب لئيم ويجب ترحيلهم، ولولا اموال الخليج لكانوا المصريين ماتوا جوعا. طب انت اللي ضربك ايران، مالها مصر؟ جاي بتتشطر على مصر ليه؟ ما تروح تتشطر على اللي ضربك، روح اتشطر على اللي ضربك. جاي بتتكلم على مصر وتقل ادبك على مصر ليه؟ مالهم المصريين؟ هم اللي ضربوك؟ ده المصريين دول هم اللي فتحوا لك بلدهم ايام غزو العراق على الكويت، هم اللي راحوا دافعوا عنك، ولا انتوا بتنسوا؟ وبعدين بتطالب بترحيلهم دلوقتي؟ يا سبحان الله، ده انتوا كنتوا زمان بتطلبوهم بالاسم عشان يعلموكم، وكانت بلدنا في اشد الحاجه لاولادها، وكانوا بيبعتوا لكم العلماء والدكاتره والمهندسين والمدرسين على هيئه بعثات علشان يعلموكم. دلوقتي بتطالب بترحيلهم؟ امال لو بلدك زي بلدنا مفتوحه لملايين اللاجئين، ملايين اللاجئين اللي مش بس معاهم اقامات، اللي واخدين جنسيات كمان، كنت هتعمل ايه؟ المصريين اللي موجودين في بلدك دول موجودين باقامات وعقود محدده ودافعين فيها فلوس قد كده، بيقدموا لك خدمات قصاد فلوس. انت مش بتجبي عليهم، انت مش بتجبي عليهم. اللي زيك لازم يطلع مسرح. على فكره يا جماعه، انا هحط صورته، هو شبه بالظبط سعاد حسني لما كانت عامله راجل في فيلم للرجال فقط، بجد هو شبهها بالظبط. يعني هحط لكم الصوره، يعني انا لوهله تخيلت ان دي سعاد حسني وجايبين لقطه من الفيلم، يعني بجد. حضرتك عايز تشوف حسابات المصريين وتشوف علينا غلط وتشوف ده انت الغلط كله. انت عايز تطلع مسرح، هنطلعك مسرح عينيا.